هتحضريها أول ما تقومي من النوم وهتبقى جاهزة في السحور. زبادي الفاكهة بطعم المانجا، وهقولك على كل التكات اللي تخليها ناجحة من أول مرة، وهقولك ازاي تعمليها سادة ومن نفس كمية اللبن ازاي تعمليها بطعم الفاكهة. نتيجتها ناجحة جدا وكريمية وعمرها ما هتجبد منك أو تعمل شرش. يلا بينا نشوف الطريقة على طول، وما ننساش اللايك ومشاركة لكل حبايبنا. أنا عارفة إن أنا منزلة الفيديو متأخر شوية، بس ده كان طلب حبيبتي نورهان، بس قلت بقى بالمرة أعلم كل حبايبي ومتابعيني إزاي يعملوا له سحور شهر رمضان. أول حاجة زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تشوفونا أنا اسمي ياسمين جنيد. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، أو تبعت في كومنت صغير الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هتحضري الحلة بتاعتك وكمية اللبن اللي هتستخدميها، والكمية اللي أنا مستخدماها هنا على قد كيلو واحد من الحليب، وهيعمل معاكوا كل الكمية اللي شفتيها في أول الفيديو. بس هبدأ في الأول بتعضير الفاكهة علشان تبرد معايا وتبقى متماسكة. طلعت كيس مانجا من المانجا اللي أنا مفرزاها، ووزن الكيس حوالي نص كيلو، قطعته لمكعبات صغيرة ونزلت بيه في الطاسة أو في الحل، وضفت له معلقتين كبار من السكر. تقدري تزودي أو تقللي في كمية السكر. برفعه على النار وبستمر في التقليب لما بتخلص من كمية السوائل اللي في الفاكهة. أنا هنا بقى عملتها بطعم المانجا، تقدري تستبدليها بأي نوع فاكهة انت حباه، وهتبقى بنفس الطريقة. بمجرد ما برفعها على النار بتبدأ تنزل مية، وبستمر في التقليب لما المية تبدأ تجف وتنشف معاي. والطريقة دي بقى أنا بتخلص من المية علشان ما تنزلش مية أثناء ما أحطها في الحليب. مجرد ما تجف وتنشف من المية هتحضري الكوبايات أو الكاسات أو حتى أطباق المهلبية. هتوزعيها بقى وهتحط في كل كوباية معلقة أو معلقتين من الفاكهة، وبركنها بقى على جنب وبسيبها لما تبرد تماما، ومن غير ما احتاج ان ادخلها التلاجة علشان الكوبايات ما تسقعش معايا، ولما اجي انزل بيها بالحليب تبقى برد. نركنها بقى على جنب وندخل على الخطوة اللي بعد كده. معايا هنا بقى كيلو من الحليب، تقدري بقى تزودي او تقللي في كمية الحليب، بس يفضل اننا نعمل كمية قليلة، وقبل ما تخلص تكون محضرة غيرها، لانها بصراحة سهلة جدا. يعني انا اول ما قمت من النوم حضرتها الصبح وكانت جاهزة في السحور. حضرت الحلة اللي هعمل فيها ونزلت بكيلو من الحليب، والحليب اللي انا مستخدماه هنا حليب بلدي، واخترت انه جاموسي علشان تكون غنية اكتر. ولو حابين تعملوه بلبن بقري عادي خالص مفيش اي مشكلة، بس المهم ان كمية الحليب اللي هنستخدمها لازم تكون دسمة كده وتقيل، علشان يطلع لنا زبادي متماسك وغني وطعمه حلو، وكمان بيبقى عامل زي القشطة وانتي بتاكليه. ولو حابين تستخدموا حليب معلب عادي، بس يفضل انه يكون كامل الدسم. رفعت الحلة بقى على نار متوسطة لحد بس ما يبدأ يغلي، وأول ما يبدأ يغلي نهدي النار علشان بس ما يفورش مني، واستمر في التقليب واسيبه يغلي من دقيقتين ل3 دقايق. منه بقى انه يتعقم كويس، ولو في اي مية تتبخر منه ممكن بقى تسيبيه يهدى ويبرد في نفس الحلة، بس انا فضيته علشان اسرع من عملية انه يبرد معايا بسرعة. اول ما بيبدأ يهدى ويبرد بيكون طبقة قشطة من فوق، ممكن تسيبيها زي ما هي، بس انا بصراحة ولادي مش بيحبوها. بالمعلقة كده بقى بتخلص منها، بس بقى ما بسيبش اللبن لما بيبرد تماما، انا بس بسيبه يبقى دافي بس شوية، لا هو اللي سخن ولا هو اللي بارد زي دمع العين. وهنحضر بقى اي نوع زبادي انت بتفضليه، لان الزبادي بتاعتك هتدي نفس الطعم اللي هتضيفيله نوع الزبادي اللي انت حباه، يعني هتبقى بنفس طعم الزبادي اللي انت هتضيفيها. ضفت لهم معلقتين كبار من السكر، تقدر طبعا تخليهم 3، بس انا بقى من ورا الكاميرا فضيت باقي كمية السكر اللي كانت في الطبق، يعني ضفت حوالي 3 معالق كبار من السكر. والخطوة دي بقى ممكن تعمليها في الخلاط، بس انا مرضتش اضيف له كمية حليب، وقلبت السكر كويس مع الزبادي علشان تكون كريمية ما يكونش فيها اي قطع او اي فتافيت كده من الزبادي، واتأكد ان الزبادي دابت كويس مع السكر. بعد كده بقى بضيف حوالي كوباية من الحليب،
وبقلبهم مع بعض كويس، وزي ما قلتلك تقدري تعملي الخطوة دي في الخلاط. وزي ما تحبي بقى تقدري تستبدلي السكر بالعسل الأبيض. بعد بقى ما بتأكد إن الزبادي اندمجت كويس مع الحليب والسكر، بنزل بيها على باقي كمية الحليب، ونقلب كويس لحد ما الزبادي ما يكونش ليه أي أثر علشان ما يجبنش أو يعمل شرش معاك. بس أهم حاجة نتأكد إن كمية الزبادي توزعت كويس مع الحليب. لو عايزة بقى الزبادي بتاعتك سادة من غير أي طعم فاكهة، هتنزلي بقى فيها في الكوبايات أو الكاسات أو حتى الأطباق الفخار. حضرت بقى الزبادي السادة في الأول، بعد كده بقى وزعت باقي كمية الحليب على الفاكهة. ولو حابة بقى تعمليها بطعم الفاكهة بس ما يكونش فاكهة فريش، عايزة مثلا تعمليها بطعم الفراولة، فهتجيبي علبة زبادي بطعم الفراولة، وهنعمل نفس خطوات الحليب اللي عملناها في الأول. وبدل ما هتضيفي زبادي عادية، هتضيفي علبة زبادي بطعم الفراولة. وعلشان تحسني اللون والطعم أكتر وتكون غنية، هتضيفي معلقتين كبار من بودرة الآيس كريم بطعم الفراولة بنفس الخطوات اللي حضرنا بيها من قبل كده. هتنزلي في طبق خارجي بعلبة من الزبادي وعلبتين كبار من بودرة الآيس كريم بطعم الفراولة والزبادي بطعم الفراولة، وتقلبيهم كويس مع نص كوباية من الحليب، وترجعي تضيفيهم على باقي كمية الحليب. بس أهم حاجة نتأكد إن الزبادي اندمجت كويس مع الحليب. ولو حابة تعملي الفراولة فريش، هتبقى بنفس خطوات اللي عملنا بيها المانج. أوزع بقى الحليب فوق المانجا بالراحة خالص علشان ما يمتزجش مع المانج، وقطع المانجا تعوم على الوش بالراحة خالص، وأوزع كمية الحليب فوق المانج. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، ياريت ما تبخلوش عليا بدعوة حلوة من القلب إن ربنا يشفيني وأقدر أعمل كل حاجة حلوة لولادي. مليت بقى نفس العلبة اللي حضرت منها الزبادي، علشان لما اجي احضر زبادي بعد كده ما اشتريش من بره واستخدم نفس الزبادي اللي انا عملت منها. وهأكد عليك كمان مرة، اللي هيخلي الزبادي تعمل معاكي شرش هو لو ضفت الزبادي للحليب وهو الحليب كان لسه سخن، يا اما ما قلبتيش الزبادي كويس وامتزجت كويس ودابت مع الحليب. والاطباق او الكوبايات اللي هتوزعي فيها الحليب تكون ناشفة كويس ومتعقمة في أي صينية عندك بقى، وهترصي فيها كل كمية الزبادي اللي حضرتيها. ضفت لهم حوالي لتر من المية السخنة. المية سخنة لدرجة حرارة عالية بس ما وصلتش للغلياء. وفي الوقت ده بقى كنت مولعة الفرن يسخن على درجة حرارة عالية. بعد ما سخن طفيت الفرن. بعد كده بقى هتغطيهم بفوطة وتدخليهم بقى فرن البوتاجاز. أنا غطيتهم بالمصلية، بس بلاش الكيس النايلون علشان ما يعملش معايا بخار ويعمل مية وينزلها على وش الزبادي من فوق. الوقت بقى اللي أنا حضرت فيه الزبادي كانت الساعة 10 الصبح. كنت انتهيت من تحضير الزبادي وعملت نفس الخطوات اللي قلتلكوا عليها، وسبتها لحد الساعة 8 بالليل. وعلشان أبقى صادقة معاكوا أكتر، بعد بقى ما صليت العصر خرجت صينية الزبادي من الفرن، وخرجت الكوبايات منها وصفيت المية علشان في الوقت ده كانت المية باردة وملهاش أي لازمة. وخليت الفرن سخن مرة كمان. بعد كده بقى دخلت الصينية من غير إضافة أي مية، وغطيتها بنفس الطريقة اللي غطيت بيها المرة الأولى. وبقول لكم كده للأمانة لأن أنا عايزة لما تقلدوا الوصفة تعملوها أحلى مني أنا كمان. الساعة 8 بقى كان عدى عليها 10 ساعات. خرجتها من الفرن ودخلتها التلاجة لحد ميعاد السحور. يعني أنا انتهيت من تحضيرها الساعة 10 الصبح. الساعة 8 بقى كانت اتمسكت ودخلتها بقى التلاجة حوالي 4 ساعات. ناجحة اللهم بارك وما فيهاش ولا غلط. أسهل وأوفر من اللي هتشتريها من بره. واللي أحلى من ده كله إنها ما فيهاش أي مواد حافظة. ولو هتسمعي الفيديو بقى في الوقت اللي أنا نزلته فيه، تقدري بقى تحضريها من قبل ما تنام، وهتقومي من النوم براحتك. بعد كده تدخليها بقى التلاج لحد ميعاد السحور. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ياسمين جنيد. سلام يا أجمل متابعين.